صاحيه بقى الصبح كده ما لقيتيش عيش والمفروض ان احنا نعمل فطار، تعالي بقى اقولك طريقه عيش حلوه قوي وسهله قوي. انتي اصلا ممكن ما تحتاجيش جنبه اي حاجه، هو بس يتاكل كده لوحده. تعالوا بينا بقى نشوف الاختراع ده هنعمله ازاي. يا مساء الخير عليكم. النهاردة هنعمل وصفة حلوة قوي، طريقة عيش كده سهلة وسريعة، تنفع كده للزنقات في يوم صحيتي ما لقيتيش عيش في التلاجة مثلا. هتعمليه بمنتهى السهولة، اصلا كده يتاكل لوحده، مش محتاج حاجة تبقى معاه، وفي الحقيقة كمان طعمه هيطلع يجنن. يلا بينا نبدأ. اول حاجة كده معانا كوباية الا ربع من الدقيق، هننزل عليهم بكوباية من اللبن، هنقلبهم كده حبة مع بعض علشان دي بس ما يكلكعش مننا. تقليبة كده بسيطة، مش هنعمل كتير، مش هنقلب كتير، لا احنا لسه هنحط باقي المكونات وهنقلب كل الكلام ده تاني، بس انا محتاجة ان دي ما يخرجش مني. بعد كده هننزل عليهم ب3 معالق كبار من الزيت، 3 معالق بس مش اكتر، معلقة العادية اللي بنستخدمها في الاكل. هننزل بمعلقة كده صغيرة من الملح، وبيضاية بدرجة كده حرارة الغرفة، انا مش عايزاها تكون ساقعة. هنقلب الكلام ده، ويستحسن نضيف كده معلقة خل صغيرة علشان تضيع لي كده ريحة البيض، ما يكونش ريحته كده مش حلوة. هنقلب كده كويس قوي، انا عايزة الخليط بتاعي يبقى ناعم جدا، ما يكونش فيه اي تكتلات. على قد ما اقدر انا هميكس الكلام ده كويس. ممكن كمان نستخدم الهاند بلندر، ممكن يتحط في الخلاط عادي جدا. دلوقتي بقى هننزل كده لو عندك في التلاجة شوية فلفل الوان، وكان عندي لانشون في التلاجة فقطعته وحطيته، حبة بقدونس كده مفرومين ناعم، اللي هو من الاخر عارفة العيش ده هيلملنا بواقي التلاجة وهيطلع في الاخر طعمه حلو. هو من الاخر مش هيتاكل حاجة جنبه، حرفيا هو يتاكل هو لوحده. هنقلب كل الكلام ده مع بعض كويس قوي، وبعدين هنروح بقى كده في طاسة سخنة على النار، هنديها مسحة زيت بسيطة جدا، مسحة بالفرشة من غير ما الزيت يلمسها، علشان بس ما يلزقش فيها. وبعد ما تسخن كده كويس قوي هننزل بالحاجات اللي احنا عملناها دي في الطاسة، وهنفردها كويس قوي. حاول ما نحركهاش بالطاسة علشان ما تتقطعش مننا. هنفرد العجينة في الطاسة كويس قوي، بعد كده هنغطيها وهنوطي النار عليها، هنسيبها بقى لحد ما تستوي من تحت. احنا بس هنختبرها، نحاول بس اهم حاجة واحنا بنحركها بالمعلقة كده ونكون حذرين علشان ما تتقطعش مننا. هي بمجرد ما هتكون استوت من تحت تاخد لون هنقدر نحركها بمنتهى السهولة ومش هتتقطع. بعد ما بتتقلب بقى على الوش التاني ما بنبقاش محتاجين نغطيها تاني، خلاص بنسيبها حبة كده حلوين لحد ما بتاخد لون كمان من تحت وتستوي، علشان اضمن ان العيش يبقى مش متقطع او مفرول. هلفها بس كده من وقت للتاني، هلفها بايدي في الصينية عشان تاخد لون حلو كده من كل جوانب، ما يبقاش عندي جنب مثلا مستوي وجنب مش مستوي. وهبص عليها كده كل شوية بالراحة من غير ما اشيلها كلها، انا هشيل بس طرف العجينة كده، هبص والله تمام تمام، مش تمام هرجعها تاني علشان ما تقطعش طبعا مني. انا شايفة كده تمام قوي. بعد ما بتستوي بتطلع معانا بالشكل الحلو ده، قوامه حلو قوي، طعمه يجنن بجد، تحفة جدا وسهل جدا جدا، يتاكل لوحده بقى او نحط له اي حشوة تعجبنا. جربوه وانا متأكدة انه هيعجبكم جدا جدا جدا. بألف هنا، باي باي.